يا أهلا وسهلا. أنا ياسمين غبارة بقدم بودكاست سكة قراية على سبوتيفاي وبوديو، ودي قناتي على اليوتيوب. دايما كنت بنزل عليها في العادي شورتس من الحلقات بتاعة البودكاست. بس المرة دي حبيت إن أنا أطلع فيديو وأتكلم معاكم عن آخر كتاب هينزل عنه حلقة في البودكاست بتاع سكة قراية بلس، عشان نفسي ناس كتير تعرف عنه، وبحب الكتاب ده جدا، وكان بالنسبة لي تجربة قراءة ممتعة وثرية جدا. الكتاب اللي معانا النهاردة هو كتاب 7 خواجات. 7 خواجات موجودة على أبجد، بتاع الكاتب والباحث التاريخي مصطفى عبيد. الغلاف زي ما انتم شايفين جميل جدا، ألوانه لو مش واضحة ودخلته وشفتوه ألوانه جميلة والتناسق بتاعه حلو، وشدني الحقيقة، شدني عنوانه جدا، 7 خواجات. الكتاب إصدار الدار المصرية اللبنانية. مصطفى عبيد باحث تاريخي، فاجئني في الكتاب ده بالكم المعلومات اللي هو حاططها، والتناول اللي هو متناوله لخط زمني معين جدا في تاريخ مصر، في الصناعة بالتحديد. في الصناعة السيرة الذاتية هنا مختلفة، دايما بقرأ سير ذاتية عن أشخاص. السير الذاتية هنا في الكتاب ده هي صحيح بعنوان 7 خواجات، يعني 7 أشخاص، لكن الخط الزمني الأساسي هو فترة القرن 19 اللي هو 1800 وحاجة، آخر بقى 20 سنة في القرن ده لحد تحديدا سنة 1952. الفترة الزمنية دي هي البطل بتاع الكتاب 7 خواجات. جواهم بقى في الخط بتاع ال7 خواجات نفسهم 7 أشخاص أجانب جم مصر في التوقيت ده، وأسسوا لشكل الصناعة الحديث في مصر في صناعات كتير. وكمان الخط الزمني الخاص بالفترة، وكمان خط الصناعة نفسها وتطورها. فهم 3 خطوط، سير ذاتية خاصة ب3 حاجات متوازية مع بعضها، بتتقاطع بقى في إن الأشخاص دول هم اللي عملوا الصناعات في الفترة الزمنية دي. فالكتاب كان ممتع جدا، إن البطل بتاعه مش بس الأشخاص مش هم اللي متصدرين المشهد، الصناعات، نوع الصناعات هو اللي متصدر المشهد، وكمان الفترة الزمنية. يعني أول ما فتحت الكتاب سألت نفسي إيه اللي يخلي كاتب يكتب عن الفترة الزمنية دي، وإيه اللي يخليه يختار الصناعة بالتحديد إنه يتناولها في كتاب سيرة ذاتية. الكاتب ما سابناش نتساءل كتير، هو دخل في الموضوع على طول وقال إن هو لما قامت ثورة 52 الفترة اللي قبلها دي اعتبرت عصر بائد، وناس كتير بقت بتتعامل مع الوجود الأجنبي على إنه استغلال وتبع فكرة الاستعمار اللي عانى منها الشعب المصري فترة طويلة. الإنجازات اللي حصلت نتيجة وجود الأجانب في الفترة دي محدش اتكلم عنها بشكل منصف، رغم إن هي كان فيها حاجات مهمة. لينوس جاش ده واحد من ال7 خواجات اللي اتكلم عنهم الكتاب، وهو اللي أسس صناعة الغزل والنسيج بشكلها الحديث في مصر. أشار إلى إن منهجه في إدارة صناعة الغزل والنسيج في مصر بقت مدرسة بعد كده الناس كلها بتمشي عليها. ايه بقى اللي لينوس جاش قدمه في صناعة الغزل والنسيج؟ الفكرة الأهم اللي طرحها الكاتب هي فكرة التكامل بين قطاعات الغزل والنسيج. الغزل والنسيج، الصباغة، التطريز، كل ما له علاقة بصناعة الغزل والنسيج عمل بينهم تكامل في مصنع واحد، وعمل تدريب للعمال بشكل مستمر، وكان دايما بيتابع الجديد، ودخل عمالة مصرية كبيرة جدا في المصانع بتاعته، ودخل يعني عمل مؤسسة كبيرة جدا بقت كل حد يدخل صناعة الغزل والنسيج بعد كده بيقلده بشكل منهجي، يعتبروه منهج بيمشوا عليه، أي حد يخش في الصناعة بتاعة الغزل والنسيج هيمشي عليه. فده كان مؤسس. ومن الحاجات اللي فاجئتني في الكتاب ان انا كنت فاكره احنا هنتكلم عن سويسريين، انجليز، فرنسيين، لقيته بيتكلم عن الشوام، وان الشوام عملوا صناعات كتير في مصر في الوقت ده، وان هم اعتبرهم من الاجانب اللي جم مصر وعمروها بشكل كبير في الفتره دي، نتيجة ان ظروف البلد عندهم ما كانش فيها الحرية اللي تسمح لهم بان هم ينتجوا ويحققوا طموحهم في الصناعة وفي التجارة وكمان في الثقافة. يحكي الكاتب ازاي ان الشوام جم مصر من فترة طويلة، وان هم عملوا صحف وعملوا مجلات. ولما قريت موضوع الثقافة والصحف والمجلات اللي بيحكي عنهم الكاتب، افتكرت توفيق الحكيم كتاب سيرته الذاتية، حكى ازاي ان هو جات له فترة كان بيقرا فيها ادب مترجم، وكان اكتر ادب مترجم بيعجبه المسرحيات اللي مترجمها الشوام. بيقول ان ترجمه الشوام في الوقت ده كانت مميزه جدا، وكانت لغتهم جميله قوي، وانه استفاد جدا من القراءات دي، فكان بيدور عليها دايما. اسمه الكونت ديزغيب، اتمنى اكون بقول الاسم صح. ان هو اسس او بدا صناعه المربى في مصر سنه 1901، عمل المربات، عمل الشربات، عمل الملبن. بعدها في ناس كتير قلدته وعملت زيه، وبدات الصناعات دي يلتفت اليها اصحاب المال، ما كانش حد بيعمل مربى كمصانع، فعملوا بقى عندك تسيباس، جروبي، ويدر، كل دول مشوا على النهج ده من وقتها وموجودين لغايه دلوقتي. المصنع ده اتكلم عنه الكاتب انه قعد 20 سنه شغال بنفس الجوده ونفس الاداء
لحد ما توفى الكونت زغيب واولاده او الورثه باعوا المصنع. لكن حكايته ما وقفتش هنا، لانه لفت نظرنا الى ان هو كان له باع طويل جدا في المعمار في مصر. عمل قصور كتير، منها قصر في اسكندريه كان مشهور جدا، قصر الكونت زغيب، واتقلب مدرسه فتره بعد كده بعد الثوره، وبعدين معرفش الحقيقه مصيره دلوقتي ايه. لكن القصر الثاني اللي عمله في قصر النيل، شارع قصر النيل في القاهره، ده تحول لمتحف، المتحف الحديث، متحف الفن الحديث في مصر لفتره، وبعدين اتغير مكان المتحف والقصر ده تم هدمه للاسف. لكن فضلت قصوره معروفه فتره طويله من الزمن بعد وفاته. يعني انا بحب قوي الحاجات الشخصيه، بحب اعرف عن الشخصيات، عن افكارها، عن مشاعرها، عن الحاجات اللي مرت بيها. الكتاب معني اكتر بالصناعه، لكن من كتر ما المعلومات احنا لا نعلم عنها شيئا، ومن كتر ما البحث في المجال ده صعب، لان اللي اتكتب عنه مش كتير، فبالتالي اللي وصل لنا مش كتير، فالكاتب عمل رحله بحث واضح انها صعبه جدا عشان يوصل للقدر ده من المعلومات المبهره بالنسبه لي والجديده جدا. فمجرد اني اعرف اي لمحه عن الشخصيات كانت بتبقى شيء ممتع، مجرد اني اعرف الصناعه دي بدات ازاي، واشوف مثلا اعرف ان الاخوين صدناوي دول من الشوام اللي جم مصر وعملوا تجاره صدناوي الكبيره في اكتر من محافظه في مصر، واعرف حاجات الينك التاريخ بدلوقتي. ده عمل لي نوع كده من الامتداد والاتساع، وكنت سعيده جدا بقراءه النوع ده من السيره الذاتيه، اللي رغم انه مختلف وطريقه حكيه مختلفه الا انه جذاب جدا. ولو عايزين تعرفوا اكتر تفاصيل اكتر عن الحكايات اللي جوه الكتاب، ممكن تسمعوا الحلقه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن على بودكاست سكة قرايه بلس على سبوتيفاي وبوديو. وهبقى انزل بعد كده ان شاء الله بريفس كده، حاجات مختصره عن الكتب اللي بنتكلم عنها في البودكاست. كانت معاكم ياسمين غبارة، اشوفكم المرة الجاية، سلام.